السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. علوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، 3 ورقات فانيليا، وتلت كوباية سكر، ومعلقة حلوة محسن جيل، معلقة كبيرة، وذرة ملح، ومعلقة نشا، كوباية دقيق. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ومعلقة كيك شيف، معلقة كبيرة كيك شيف. وهنضرب المكونات دي كلها في بعضها كده، ومش هتوقفي المضرب، هتوقفيه بس لغاية ما تقلبي، بس مش اكتر البولة بتاعتك، عشان يبقى الخليط بتاعنا زي بعضه كلته، ما فيهوش اي تكتلات. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. وربع كوباية مية فيها تلج، مكعبات تلج. طبعا انا بنفس المقادير عملت واحدة تانية في العجان هنا بنفس المقادير. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هتفضلي تضربي فيها كده لما الخليط كله يبقى كريمي معاكي كده. توقفي شويه، هتقلبي انك تضربي فيها برضو، يبقى الخليط بتاعها كريمي كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. هتعملي احلى تورته، مش هتنسى حلاوتها. وبدقيق عادي جميع المستخدمات، مش دقيق سبونش ولا حاجه، بدقيق عادي اللي هو جميع المستخدمات. كوبايه واحده، الكوبايه المعياريه او مج الشاي اللي عندك. يعني مش شرط ان انت ما يكون عندك، ما يكونش عندك كوبايه معياريه وتدوري عليه. لا، بكوبايه مج الشاي عندك ممكن تعبري بيه المقادير دي كلها. ومعلقه النشا، المعلقه العاديه بتاع الاكل بتاعتنا، والبودر برضو او الكيك شيف، والمحسن، محسن الكيك. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ربنا يجبر خاطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض، ويدومكم نعمه في حياتي يا رب. يا احلى اخوات. طبعا معانا الصينيتين دهنين عاملينهم ورق زبدة، مش حاطين فيها اي مادة دهنية، ورق زبدة بس. وهنفرد الخليط شايفين بتاعنا زي الكريمة بالظبط. والقوام بتاعه حلو كده، مش يا دوب هتفرديه بالراحة بس، هو بعذبك شوية في الفرد بس معلش هتظبط معاكي. وتكوني مسخنة فرنك، وهتحطيه على الرف الوسطاني. طبعا بعد ما هتطلع، لو انت مش مستعجلة عليه، هتحطيها تبيتها في التلاجة لتاني يوم، وتقطعيه وتزوجيه. طبعا احنا بنعمل الكريمة بتاعتها كوباية ونص كريمة، وكوباية لبن معانا هنا اهيت متلج، ونص كوباية سكر، ربع كوباية سكر كمان، مش كامل النص جو، عشان ما تبقاش معاكي مسكرة جو وتجيل. طبعا احنا معانا كوباية لبن تانية، بزود منها على كل مدى شوية، بس انا محبتش اطول معاكم الفيديو برضو. وحتى تضربي فيها حلو، يا دوب برضه هتقلبي. وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها يا حبايبي كده كريمي وحلو. انا عاملاها للامانه قبلها بيوم. والبطين لو ما عندكيش بيض بلدي، بيض كاريتين من اللي هو في المحلات، ممكن تعملي بيضتين من البلدي وبياض البيضه التالتة، البياض بس. زي ما انتوا شايفين حلاوتها يا حبايبي، بيضه واسفنجيه وبتدوب. احلى من الجاتو، احلى من التورته اللي انت هتشتريها. حابه تعملي الطبقتين على بعض ماشي. حابه تنضفيها، هتنضفي الوش اللي على الوش ده كده، اللي بلزق ده لازم تشيليه عشان تعرفي تفردي الكريم. طبعا انا عملت شويه ميه بسكر، ده المنشار يا حبيبي بتاع الحلواني. هتقطعيها. انا عملتها 4 طبقات، عن نفسي عملت التورته دي 4 طبقات. ما عندكيش المنشار ومش هتعرفي تقطعيها عادي، مفيش مشكله. هتحطي تحشي بين الصينيتين كريمه او فواكه زي ما انت حابه، كريمه وفواكه، وهتعمليه بس مش اكتر. هي لو عاوزه تزوجيها في نفس اليوم، هتحطها ساعتين 2 في التلاجة.
ساعتين في التلاجة، الرف اللي تحت الفريزر. طبعا ده ميه بسكر يا حبايبي، مش شربات تقيل ولا حاجه. وهترشيه. فانا عملت معاكم بالفرشه، لو انت ما عندكيش بخاخه عملت معاكم طبقه بالفرشه وحطيت الباقي في البخاخه. بتديها طراوه وحلو. طبعا هتجيبي كيس حلواني وهتفردي بيه الكريمه زي ما انت شايفه كده يا حبايبي. او ما عندكيش كيس خالص، كيس تلاجة، كيس اللبن، وهتعملي بيه تفرديها زي ما انت شايفه كده. بسبتلة، بمعلقه، المتوفر عندك سكينة المطبخ العادية، هتسويها كلها وهتزوجيها معاك زي ما انت حابة تشكلي بقى حبيبتي. تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. احلى اخوات واحلى متابعين. شايفين لونها وهشة جدا ومفيش بعد كده. تعملي حاجة لولادك في البيت وانت عارفة نظافتها. طبعا حطينا الشوكولاتة بشوية زيت، بشوية زيت على النار. هتعملي لها، هتدفيها، هتفكها من بعضها. لو مش حابة تعملي لها شوكولاتة وحابة تعمليها كريمة بس عادي. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم وتعملوا احسن مني يا حبايبي. طبعا انت بعد ما بتحط عليها الشوكولاته، والشوكولاته تكون بردت مش سخنه عشان ما تسيحش الكريمه. الشوكولاته عندي طبقه خفيفه مش يامه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، حابه تخططيها من الجنب بشوكه لو ما عندكيش حاجه خالص. حابه سيبيها ساده كده زي ما انت حابه تعملي الروزيتات بتاعتها ديت، تحط عليها شويه كاكاو خام وتلونيها. اكيد انت هتعملي احسن برضو يا حبيبتي. زي ما انتم شايفين انا عملتها كده. وده طبعا الحاجات اللي بتيجي الشوكولاته اللي تزوج التورت، يعني بنفرح بها اولادنا شويه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، انتوا اكيد هتشكلوها واكيد عندكم فكره احسن من فكرتي برضو. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هتجيبي لها طبعا حاجات زي دي كده بتزوجها، بتشكلها على حسب ولادك ما هم عاوزين وطالبين. هتجيبي لها شوكولاته فورماسيل لو هم حابينها عليه. حابه تعمليها كده برضو براحتك عادي، بس مش هتنسى حلاوتها ولا طعمتها. واللي هيجربها هيعمل مره واتنين وتلاته مش هيسيبها. واحسن ما تشتري جاتوه لولادك او تروح تشتريها ب 400 جنيه، ب 300 جنيه. انا ما اعرفش اسعارها لان انا بعملها في البيت عندي على طول. عيد ميلاد، مناسبة حلوة، حابة تعمليها لولادك من غير مناسبة وتفرحيهم به، مش هتاخد منك وقت. وطريقة سهلة وبسيطة. هي هتغيب بس في الفرن لما بتحطيها، بتقدحي فرنك 40 من 45 دقيقة على نار هادية خالص. ومش هتشغلي الفرن مش شواية من فوق. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حابة تعملي الطبقة ديت بقى فواكه، تشكلها فواكه عادي وتحط عليها ملمع جل اللي هو الأبيض الشفاف على حسب رغبتك. لا إله إلا الله. تنسوش لو عجبتكم التورتة تعملوا لايك واشتركوا بالقناة. يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. وأربع طبقات ما شاء الله عليها ما شاء الله. والله يعني اللي بياخد حتة يعني عايز يرد للتورتة تاني يكملها كلها لوحده من حلاوتي. ومش مسكرة جوي وخفيفة وما تتعبكش في الأكل كتير. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، شايفين لونها ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.